الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي الأفاضل، منذ فترة ونحن نتكلم عن أركان الإيمان فانتهينا إن شاء الله، وأرجو الله أن تكونوا قد انتفعتم بهذه الدروس. اليوم سنبدأ سلسلة أخرى من التعرف بالرسول صلى الله عليه وسلم، نذكر شيئا من حياته كل يوم من ولادته إلى أن نصل إلى الأخير إن شاء الله، ولكن شيئا فشيئا حتى نعرف رسولنا. اليوم سنتكلم حول الموضوع: لماذا حياة الرسول مهم لنا؟ لماذا نحتاج إلى أن نتعرف على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ برایت عزیز، چند ماه هیکی بلکه نیز سال که هتن نایبنا اما دم کادرش مبهم را ایمان کن، درس ایمانی، رکن ایمانه، وان شش رکن ایمانه، ایمان به خدا و ملائکت و حتی کم بشه هفته چوی ما خلاص کرد. هیوی دارم که تشتکی مکاربم جوارا بیشن و اجلی فهم کرد به انشاءالله. هیوی مشقده اوه و استفاده جدید به آمین. ایجا ایرو امی درس کادی دست بکن حياة پیغمبر ام بیشن صلى الله عليه وسلم. جد اسبيك حياتوي وحتى ام بیشن شو قصافه عمر دريش كر حتى داويبونا حياة پیغمبر صلى الله عليه وسلم. درس ما يعول ايرو لسر گرینگی حياة پیغمبر. چما حياة بي پیغمبرش مرا مهمه؟ سبب چی يعني؟ ام سربيه ايرو درس عول دسبيك ام وحفتاتي قضاء عمر دريش كر ام هر جاره هنا کیج حیاتا ویج دست پیکاش زاروبتیاوی و حتی ام بیجن روش بروش خطبت نقطه مهم ده حیاتا ده بشکلی که کرد ام زیده درجی ناکن لب کردایی بشکلی که ام تقارن فایده که جبدیم. اولا، لماذا نحن نحتاج الى معرفة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هناك آيتان يقول الله عز وجل في أحدهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لكم قدوة حسنة. أفضل مثال وأفضل قدوة لكم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان أفضل قدوة لي هو الرسول وأنا لا أعرف حياته، كيف سيكون قدوة لي؟ يعني أنا مكلف بأن أتبع شخصا ولكن لا أعرفه، هذا لا ينفع. أمر آخر يقول الله عز وجل كذلك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كان محبة الله عز وجل مرتبط بأن أتبع الرسول وأنا لا أعرف هذا الرسول، كيف يمكن لي أن أقول الله يحبني وأنا أحب الله وأرجو أن يحبني الله؟ وهذا الشرط يحتاج إلى معرفة الرسول وأنا لا أعرفه وأنا لا أقتدي به. إذا لا تعلم شيئا كيف تتبعه؟ لذلك نحن نقول من المهم جدا أن نتعلم ونتعرف على حياة الرسول ونأخذ دروسا من حياته حتى نصل إلى مرتبة يحبنا الله عز وجل. چما حياة پیغمبرش مرا مهمه مید بشن، يعني چما بی درسانه مدى آیت اخوان آیت خدات بیجه باشترین مثال نموذج بکردید بیجه مینا که حالده، یعنی باشترین رهبر جبانه و پیغمبره. رهبر قدوه او کسی که معروف دوید مشه، یعنی عربیه کلمه که قدوه اوه ام کرد یقوش بین قائد مسروک ما رهبر ما، یعنی اف معناه خدات بیجه باشترین رهبر جبانه و رهبر جره هاتی، یعنی اوه کره پیشود که ای پیغمبر رهبری من اللي از ناس ناكل كيف سريوانا شخص كي جرات درياوي ده بمشي درياوي نزاني يكشترت بيجا حجي احمد ناس كي تتبنا يا اولاد بي جرات درياوي ده هاري مال حجي احمد، حجي احمد ناس ناكل، حجي مصطفى ناس كي ولا حجي مصطفى ناس ناكل، يا جرات هاري مال حجي مصطفى مال نزانه مثال. ای خداش مرد بجه گرد دوی پیغمبر آنه تبمشی و اجی پیغمبر ناس ناکم کیه یکی چوایه چکریه حیاته و چیز نزانم. اوی آیت عون که خداش مرد بجه رهبر ان باش جوارا پیغمبر منه. اوی یک لوم ام مجبور پیغمبر بناسن حیاته و جیانه و خبردانه و اخلاقی و طبیعتی و چکریه چه نکریه. اوی یک آیت کادن خدات بیجش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دبی جوان را بیجه، یعنی مسلمان را بیجه دیار بکه
گر کوند بیجن گلو مسلمانه گلو اهل ایمانه امش خدا حست کن اگر کونوها بیجن وی دماهانه جوانا بیل برا لدوده بمشن اگر کو اول دوده بمشن خدا جوان حس بکن تماشا کن کیش من اخوازه کش خدا حس بکن ام تفت بیجن امش خدا حست کن نوصا یعنی بدراو بیجن بیجن امش خدا حست کن فکی حس کردن مایش خدا فتنه بسش مرنا در خدایش ما حس بکن خدای چه واشته حس بکن خدای شرط کی دانیه دبیت تل دوبی پیغمبری بمشش تا حس کن بازار خدای یعنی بازار خدای یا بازار منو ولینه یعنی خدا دبیجه گر کوون دبیجن امش خدای خو حسبت بکن و خدایش براش ما حس بکن وی دمانه برال دوتا بمشن کتل دوبی پیغمبری بمشی خدایش تا حس بکن demek ki lazım eğer peygamber nas bakım. Ku peygamber nas nek meze çevaldu hayata ibmeşun. Zahmete loma em dejen em mecburen em muhtajen hayata peygamber nas bakın sallallahu aleyhi ve sellem jibone ku em بقيج مرحلة كي خداج ما حسبه. طيب الدرس الأول العنوان هو أهمية معرفة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بعدما ذكرنا الآيتين نحن نقول الغاية من السيرة النبوية في علوم الإسلامية هناك علم نحن نسميه السيرة النبوية. هناك التاريخ، هناك التفسير، هناك علوم القرآن، علوم الحديث، أصول الفقه، مصطلح الحديث، أسماء مختلفة، ولكن هناك اسم السيرة النبوية، درس يدرس في المعاهد وفي الجامعات السيرة النبوية أي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا نحن ندرس سيرة الرسول بعدما ذكرنا الآيتين؟ أولا الاقتداء بالرسول على أحسن وجه من خلال معرفة أقواله وأعماله وأفعاله، تعلم حتى تتبعه. هذا أولا نحن نحتاج إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نسير خلفه، هذا حتى نقتدي به، نتعلم سيرته حتى نقتدي به. هذا أولا. درس ما يعول قالوا جماعته شما حياة پیغمبر مرا مهمه پشتی ما بان هر دو آیتا بو یک جبونه کو ام لدوی پیغمبر باش بمشن گرمی ناس بکن خبردان اوی چیه کرنه اوی چیه رابون و رونشنه اوی چنه ام بزانه بلن تتخوازی دو پیغمبر بمشی گرتی بناسی مثلا گلک جارم هنکی حرکتات کن ام بجن نا پیغمبر وها نکریه یا جی ام بجن مثلا آبی بدخون نورمال دست راستی ام بدخون ام نیش سنته چما پیغمبر دست راستی باقی بله ام حیات اوی زانه ام لمیش نانه لمیش ام تفت کن وقت پیغمبر دست بلند کرد دست خدا دانی تحیت وهات کرد سر وهات دعت سجده یجاب تف لگوره حیات پیغمبر یک اولا جبونه ام حیات بی پیغمبر بزانم ام لدوی بمشن كنت حياته ونظام التدوكي بمشي زحمته أبيجي بشكل كيف رامي أنا بيجي. كذلك نحن نقرأ سيرة الرسول حتى نحبه أكثر، حتى لأننا إذا تعرفنا على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم يزداد المحبة له لأن الله يحبه. الذي يحبه الله عز وجل فالعباد يحبونه، والرسول صلى الله عليه وسلم رجل محبوب. أكبر أعدائه كانوا يكرهونه ليس لخلقه ولكن حقدا من أنفسهم، حقدا من أنفسهم. ولو سألتهم أي عيب في الرسول أنت تكرهه لقالوا لا عيب فيه. خلاص. حتى أبا سفيان حينما تزوجت بنته أم حبيبة بالرسول صلى الله عليه وسلم هو كان يقول كان غير مسلم أنا لا أحبه ولكن أنا أفتخر بأنه أصبح زوج ابنتي، لا أحد فيكم مثله. انظروا إلى هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما نتعلم أو نعرف سيرته يزداد حبه في قلوبنا. كذلك من حكمة السيرة النبوية حينما ندرس نحبه أكثر فأكثر. يكجي حكمة الدنيا أم سيرتها پیغمبر تخوين عليه الصلاة والسلام جبونا مجي حسبك حسكرنا ودل مدى زيدبه حسكرنا پیغمبر چه زيدبه تجي قصد خويني حياتوي أخلاقي طبيعتي خبردانوي رابونوي رونشتنوي تشقى وانا فرد بي حسكرنا ودل تدا زيدبه اگر تشتكي طبيعية يعني تماشا بكن انا بخير بان سيرته ما بخيرن چند درس هاتي دا
ايش خاصة حس كنا ويدري مدى هذا دبه ام بجاز هر مال درسك يوتيوب كتابك بس تماشاكم جا صحبتك دي درسك دي محاضرك دي سر حياته پیغمبر تن گهداری بکم حس کرناوی هر دل مدى زیاده دبه چونکه خدا جه حس که اوی خدا جه حس بکه انسان جه حس که حتى ان نيار پیغمبر صلى الله عليه وسلم نيار مازن یک جوان ابو جهل بو یک جوان ابو سفيان بو پاشی بو مسلمان ابو لهب بو ان فان انسان ابو تجمان سوال بكره تبو تجاور راس خبرتن له ام كرديه خد بجن نيارتي جدايه بك كيم باشقه نظام چك باشقه يعني كين نفرت اويه نيارتي بدا عليك راس خبردش مرا جوان ابو تن حيلا نيارتي بدا عليك ما فهم كرمش محمد حسناكن چه عيبه فيها هي وچ ما جاي حسناكن وضع والله تعيبك ويبتنا نديت نتيدا تنتيدا يعني خبرنا ويا مشهور جوانا قو اگر كاز بيج مو هين كيتين خوازن و بوجن واليقين كن قو ما قطرو كي ناديت هذا دروا كريه امش ما اشتا يقين لكن ابو سفيان بريك بن مسلمان كتشقا ابو سفيان ابي ام حبيبه بو تبي ظلام خو جمكه هجرت حبشستان يكربو ظلام لوي خلفي بو كافر جديد قد درت ظلام جناهانجي بابي مظلم مكه جنا كاب شرف و ناموسه و حاصله كلام لويما يعني بابي خو هيش جبان الدين خدا چو حبشستان هجرت كر جبان الدين نجبونه برا پیغمبر گو قبول دکس خواستن پیرا بزوجی خبرشان پیرا زوجی اول به وکالتم خبرشان پیغمبر به قیز ابو سفیان را زوجی پشتی که زوجی ابو سفیان خبر جرا چه بو گوش محمد حسناكم نيارتيه ولكن والله تميرك وكاوي جنينه يعني ها بي كلمانه گو تظلمك وكاوي بران زانچ نه بران نه عرب هذا كلمه كي گو تدي بران ابكي وانا وصل مرغات خن وياكي وكاي مير برانك وكاوي تنا يعني جانا وساكنه تقولكم برانه ميراي يعني والله برانك وكاوي سنالم نيار يا من اما از سربلند بگو محمد جبيا زاوي من ام جابي حسناكم ابيا اجي حسناكم اما سربلندایی اجبان من او بیا زاوی من يعني میره کی وکا وشتنه يعني او کینو لو ما دامك ام حياتي بقي نمهرج حسبك شارتنا يعني كذلك نحن حينما نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صغير وهو شاب بدأ بالتجارة بالأعمال الحر كما نسميه ويتاجر لغيره أصبح زوجا كذلك أصبح عمره 30 وما فوقه شارك قومه في مصائبهم وفي أعمالهم الاجتماعية حينما نقرأ هذا وكذلك حينما أصبح زوجا أصبح أبا أصبح جدا أصبح نبيا ومرشدا وداعيا أصبح عدوا لغيره الناس أصبحوا أعداء كفار أصبحوا عدوا له أصبح مهاجرا حينما نقرأ هذه التفصيلات لكل منا شيء نتعلمه من هذه الحياة النبوية الكريمة مثلا حياة پیغمبر خوين بكرتاي از بجم آت زاروكه تدي يتيمه دي بافتنه تشوف بود مال خلقه دا مازن بو عمري بو حشنه ده رابوش شوانيه كرم بجن شواني پیغمبر شوانيه كر ديتنه بافتنه مبانه تا بجن ان شاء الله پاشه پچش کی دستی وی گرد دست تجارته كر جملات رابو تاجر خديجه كان بجن داويه پر زوجي جرا بو خدمت چی يعني تجارت اوی کر جرا مالی بر فروت جرا آنی وی کار آنی که پاشه بو خوایه و پاشه بو میر به هبرا زوجی یعنی خوایه مالی و عفوا داویه ور حاصل دمکه دا پروبلم و پرسگریک چه دبون شخصی که وکوان بو شرد کرد چو بانا شرد کر يعني نترسي ندگو نور قوم منه وكايرو نا يرو تشهد به هناك انسان ما يكون بنا بدين خبر دند بس قوم خو ناس ناكم وقوم تا چواد ناس ناكي ملت پیغمبر وانا چو شر هناك مساله وانا دنه چه بو مساله وانا جباتی پیغمبر یک شوان بو فکر خود گو حاضری تر الیکاری وان کلمه وانا خیر بجن يعني داوی ور حاصل خدا یکر پیغمبر فهمد بن خفیف پیغمبر يعني چواد دا ام بجن داعی کردی به بانگواز ابي كدين خداش ملت رادگو اخلاقي بي چوابو يعني بنا تبش مرة لازم هجرات كر افتف درس مهم من حياة پیغمبر صلى الله عليه وسلم ام جرى دمك مخين لو ام محتاج حياة بي پیغمبر هانينه
كذلك مثلا الداعي تعلمون الذي يدعو الناس إلى الهداية، ونحن حينما نقول داعي نقصد به الذي يدعو الناس إلى الإيمان وإلى الهداية، لا نقصد به الذي يدعو الناس إلى الشر. فالداعية يحتاج إلى معرفة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، يتعلم أسلوب الرسول في الدعوة، كيف كان يدعو. أفضل قدوة لنا وأفضل نموذج هو الرسول. الداعي يحتاج إلى معرفة حياة الرسول في الدعوة، كيف كان يدعو الناس إلى الهداية. هذا كذلك شيء نحن نحتاج إلى معرفته. ومن الذين يحتاجون إلى معرفة حياة الرسول الدعاء الذين يدعون الناس إلى الإيمان، فلا بد أن يقرأوا سيرته ويتعلموا من منهجه. داعي ما قب بكردين بيجي بانجواس، يعني أبيكو باندك، يعني ورن ريا خدا ريا هدايته. يكش سببكو أم محتاج حياة بيغمبر بخينن، أوان كسي كود بيجن أم ريا خداج ملت راد بيجن، بونا إمام، بونا شيخ، بونا مرشد، نابي وان چه بياني. أوانا احتياجي أوانش حياة بيغمبر هي صلى الله عليه وسلم، چونكي بيغمبر بچاوي دين خداج ملت راد بو، بحكمت دقو، بخشكاي دقو، ام بخرابي دقو، بصبر وتحمل بو، بعقل وحكمت بو. يا جي اما دارك ربو دستي خو قول سر ملت دام اكيد هات حقارات الوانت كد كي جمانا بو. ابي كنت بيجن ام داعينا. طبعا صديق ام نكر وقع بيغمبر ببن، يعني يا تشتكي مستحيله، ولكن انهم ام دكارن خل قرا حياته بيغمبر راس بكن. ام دكارن خلاص كن دما يك جماعه امام دبه، شيخ دبه، مرشد دبه، داعی دبه، قدوه دبه، بانگواز دبه، کی دبه. دما خبردان کی کرد ام دکارن جرا بجن آدخه که لبرا بستانه تدبیر دا شاشتی کی کرد پیغمبر وانه کربو. ام لگوره حیات دا پیغمبر خراست کن. حیات دا پیغمبر جمرا وکا مستره که مستره مزانه چنوانه جدفله که راست حیات دا جمرا مستره من گوره خراست کن. کن به دریج بخوار براست به ام محتاجن. وكذلك المربي الذي يربي، الأب مربي وزوج مربي والمعلم في المدرسة مربي، الذي يربي غيره كذلك عليه أن يتعلم أسلوب التربية عند الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف كان يربي؟ نحن فقدنا هذه التربية النبوية، لذلك لا نستطيع أن نربي. المساجد مليانة وعندنا شيوخ وعلماء ما شاء الله وما شاء الله، ولكننا لا نستطيع أن نربي. كل يوم نزداد سوءا. إذا هناك خطأ في حياتنا، خطأ في منهجنا وفي أسلوبنا أو في كلامنا أو في تعاملنا مع غيرنا. نحن نحاول أن نربي كأب، كزوج، كجد، كمعلم في المدرسة، ولكن لا نستطيع أن نعلم ونربي. إذا هناك خطأ، فعلينا أن نصحح خطأنا. أين الخلل عندنا؟ مربي بكرديد بجن پروردنه و سأبي پروردت که يعني أبي پروردت ده. طبعا داعية خصوصا أبي دينية لپرورده دها آلان افرای میدان افرای ما مستا مثلا پروردت که ما مستا باوه کی پروردت که ظلامه کی پروردت دایت مالا خدا پرورده وانا تبي تربیت وجن يعني وانا گش ام بحاجت حیات پیغمبر علیه الصلاة والسلام اسلوب شوابو پیغمبر چوا تربیت کرد جنا خو چوات کرد لای خو چوات کرد کچا خو چوات کرد جیران خو ادی اما تشتا گرت هم فهم بکن پرورده اسلوب پرورده چواه ام پیوستن ام محتاج وان تشتهانه نه تماشا کردی رو مزگفت مگله که ما موسای مگله کن تلویزیون مگله کن لی رو هم خرابتر دبن رو هم خرابتر دبن demek ki dici ki de galati kama he em nizan terbiye bikin em bejin em terbiyet kin ama em ser nakebin dema ku terbiye xuda necahat menari em ser neked aybe kitme de he demek ki me baş şekle ki cuan mec hayata peygamber üslubi terbiye u terbiye em bejin muhasır yani ava rojane a rojane te çava perverde biki iro پیغمبر علیه الصلاة والسلام در باس و امرابن به شکل کی وقتی پیغمبر یعنی بحث تشتكي تغازي بكي تبحث حشتري بكي دبا بكي يحيل دبا يروتنا تبحث طياري بكي ملاترا تبحث سيارة كي بكي مثال في وقت پیغمبر چه اسلوبي نصيحت الملات تذكر يرو امي چه نصيحت استعمالكم بخ كي جا وسيله ام وانا قرا بزان بن دما كم نظام بن والله يسري ما بيشي
أمي قالت دردو كل مصيبتها جهبرا بيجي. أمر آخر، القائد والرئيس. القائد حينما يستعمل كلمة القائد يعتبر أو يستعمل للقيادة العسكرية كذلك والقيادة السياسية، ولكن الرئيس في الغالب حينما يستعمل للذي يقود سلما لا يدخل في الحرب، أن الرئيس الدولة كما نقول. هؤلاء بحاجة إلى أن يعلموا ويتعرفوا على أسلوب قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. القادة عندنا حينما يملكون يذبحون من عارضهم، والرسول صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الفرق بين الاثنين هذا هو. نحن نحتاج إلى أشخاص يطبقوا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يملكون يعفون، أما القادة عندنا حينما يملكون يذبحون. الفرق بين الاثنين. لذلك نحن لا نتقدم. من تكلم باسم الدين أو لا يتكلم حينما يملك يذبح، ولكن لو سلك مسلك الرسول وعفى عنهم لكان أحسن وأفضل. أن تملك القلوب أفضل من أن تملك الرقاب. تقطع الرقبة ويذهب، ولكن إذا ملكت القلب صاحب القلب يمشي خلفك. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يملك القلوب، أما نحن الآن فأصبحنا نمسك الرقاب، والرقبة إذا انفلت وإذا لم ينفلت تقطعه. أما القلب إذا ملكت القلب فصاحب القلب معك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يملك القلوب بحسن المعاملة. قادتنا ورؤساؤنا والمسؤولون عنا يحتاجون إلى أن يتعلموا من سنة الرسول ومن سيرته أسلوب المعاملة مع الرعية حتى يملكوا القلوب وليس الرقاب. تشتكي دي كما حياة پیغمبر مرا مهمة. تيسا حياة پیغمبر شكيرا جسروك ورهبار رابر مهمة. سروك ورهبار اوان كسي قد بن سروك بن رهبار بن برپرس چه سلطه عسكري چه سلطه سياسي كبه دست وان جا سياسية جا ابا اقتصادي يعني بن مسؤول تشتكي بن برپرس يعني محتاج انكو هنا كيش اخلاق پیغمبر فهم بكن عليه الصلاة والسلام. پیغمبر لما قد بو جانب وقت بو سروك و تشتكى دستي يكش اخلاقي وي ام بخير بقينن عفو تكر عفو كرنا ابو جان پیغمبر بو كرديان بيجن گردانه تا آزاد يعني عفو تكر قمت عفو كر خلاص. لما وقت عفو بكي خوي في قلبي يعني او قلبي كنت خوي عفو كري او قلبي يعني تكبا دستته يعني تبقى سيرته. پیغمبر صلى الله عليه وسلم اعطيكم مكه فتح بو كدست بسلمان وانا ظلمه كنا تواكم كر اقلي كنا وان ظالمه هاني قومت بجن هذا شو بينم سريوه وقاندي جار قادي تخم بيرابه قو والله انت انسانك ظلام يعني مرد اخ كريم بعربي كريم معناه مرده معناه ظلام كرديه قام بجن يعني تو والله ظلامك ظلامي يعني انت انسانك دل خراب نني انسانك شعب نبار نني انسانك حسود نني انسانك ناولازي انتقامش تبست انسانك وهانني انت انسانك مردي مرد استفكري زاني عفو بكي. كلمة كما شرقوا أخ كريم وابن أخ كريم. تبرابكي ميري مردي أو تبرارزي برازا. لو رهنك جوان عمري خوش بيغمبر مصدر بوتادي عادتي ما كردا داجي جيكي بتشوف بام بيجن برازي يعني برازا لا يبرايمن لا يبريت أنا بيجي ببرازايمن. أوانا يقول ابن أخ كريم يعني قلت براكي ميري مردي أو تبرازاكي مردي يعني والله يعني ام دزانت انسانك خراب نني تنابجه هي دما كاز بچوك متبرات تجاني وسلمن از يرو حيفا قشدا بستينم تي انسانك وهانيني ته هر خرابيه جبير واتكي ايوانك پیغمبر وانا عفو كر داوي هر کس کی بو خدمتکارکش پیغمبر را گو والله ما دريات هذا ام رح يخو فدايتتكم بني ابو سفيان ابن يرتي پیغمبر را كر داوي جبون الدين پیغمبر شعبي كور شعب شو جهاد بي اختياري اخو تیر زانه چرا شعبی کرد دور بو يعني حساب که ابي كنت خوازت ابو جه داویه توی عفوت کی تی روزه کی شعبی با قربان جبونته ابيا مرديتيه يعني. وكذلك نحن نحتاج الى معرفه سيره الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا للعباد الذين يعبدون الذين يصومون ويصلون اكثر من الطاعه او من الحاجه. فعلينا الذي يحب ويقول انا
أتقرب إلى الله بالعبادات فعليه أن يعلم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يتقرب إلى الله، أي عبادة كان يقدم وأي عبادة كان يؤخر. نحن نقول فقه الأولويات، أي شيء كان يقول الرسول أو يقوم به صلى الله عليه وسلم في وقت ويتركه في وقت آخر، كان يختار من بين العبادات أحسنهما أو أيسرهما أو أنفعهما ماذا كان يعمل. فنحن نحتاج إلى أن نعلم ونتعرف، خصوصا الذي يقول أنا عابد وأنا عالم. تيساجي أواني كنت بجن أم عبادتك لما يجوا روجو تشتيو ساكينو جاري عبادت داجي أم محتاج حياة پیغمبر صلى الله عليه وسلم. أم لغورا كيف أخو عبادت نكن لغورا جاني خوها وها جاني متخوازن نا خدا چوا قوتيه پیغمبر چی کریه؟ پیغمبر مست دزانه بود که جا وقت چه بکه باشتره. ام جرا لغور علم اسلام بين فقه الاولويات، يعني چه بريا چه به چه تخي پیش چه تخي داري پیغمبر یاد زان بو والله ایرو وقت بیای صبح وقت بیای، ولكن مع الاسف ایرو اوان تشتهان ناومدا كيم بو نگران بیا بزان بلوي غوري بدنو بستينه. واخيرا يقول علي بن الحسين أو بن الحسن رحمهم الله حفيد سيدنا علي رضي الله عنه: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، أي رؤساؤنا وأئمتنا كانوا يعلموننا حياة الرسول. مغازي معنى الغزوة، يعني كانوا يعلموننا حياة الرسول كما كانوا يعلموننا القرآن. مختصر الكلام هذا هو. هناك من يدعي أو هناك من يقول لا داعي أن تقرأ كثيرا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا داعي خلاص القرآن يكفيك. هؤلاء السلف الصالح يقول كنا نتعلم حياة الرسول كما كنا نتعلم القرآن الكريم، لأن حياة الرسول هو التطبيق العملي للقرآن. نرجو الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان ومحبة الرسول ويزينه في قلوبنا، وأن يجعلنا أمة صالحة للرسول صلى الله عليه وسلم وأمة صالحة له عز وجل إن شاء الله. حشرنا الله وإياكم تحت لواء سيد المرسلين يوم القيامة إن شاء الله، وسقانا من يده شربة ماء من حوض الكوثر، ليس كذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.